بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة سعيدة من ليالي شهر رمضان المبارك. نحن في الليلة الخامسة من هذا الشهر المبارك الطيب. حديثنا اليوم هو عن القرآن الكريم الذي أنزل في هذا الشهر الكريم المبارك، وكانت بداية نزوله في ليلة 27 من رمضان كما ذكر ذلك المفسرون. هذا القرآن العظيم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. 30 جزءا، 114 سورة، فيه الوعد والوعيد، فيه النذار والبشارة. من حفظه وعمل به نجا، ومن حكم به عدل. من كان قلبه قاسي رق بسماعه وهو حاضر للقلب، يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو به السيئات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. أفلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا أرحب بضيوف الكرام، فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية والباحث في القرن الإفريقي، وفضيلة الشيخ محمد عبد الله محمد سعيد من داخل الاستديو، وفضيلة الشيخ عبد العزيز عطا، القارئ المعروف والداعية المبارك، هكذا نحسبه، وفضيلة الشيخ ياسين أحمد دين من عد قبراي، من مشايخنا وأساتذتنا، وممن حفظ كتاب الله عز وجل بالقراءات بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرفنا هذه الحلقة أخونا وشيخنا أبو الوفاء عبد القادر حامد. فباسمكم جميعا أرحب بالمشايخ الفضلاء. فإلى حلقتنا المباركة نبدأ بالشيخ الدكتور حسن سلمان. شيخنا الكريم، أهلا وسهلا بكم. بادي ذي بدر، أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. ما هو فضل كتاب الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله سبحانه وتعالى فضله عظيم، وأن يكون كلاما لله تعالى يكفي بذلك فضلا وشرفا ورفعة. وقد جعله الله سبحانه وتعالى هو الواسطة والاعتصام بينه وبين عباده وبينه وبين خلقه. فنحن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى خطابا من خلال هذا الكتاب، وجعله الله سبحانه وتعالى نورا نهتدي به، وجعله هداية نتلمس من خلالها الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جماع هذا الدين ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فشرعه وإرادته الشرعية ومراده مما يريده من عباده يوجد في هذا الكتاب. فالكتاب العزيز هو كتاب الهداية، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين الموصول من السماء إلى أهل الأرض. ففيه ما شرع الله سبحانه وتعالى. وفضل هذا الكتاب بالنسبة إلى قائله هكذا، يعني ينسب دائما فضل كل كتاب إلى صاحبه
كما أيضا يعني فضله يعني يظهر من خلال ما يتضمنه. فالكتاب العزيز كتاب هداية، وكتاب رشد، وكتاب حق، وكتاب أيضا بشرى للمسلمين ونذارة للكافرين، وفيه تبيان وتفصيل لكل شيء مما يريده الإنسان. وأهم ما فيه هو الميثاق والعهد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى من اللحظة التي خلق فيها آدم وأنزله إلى الأرض. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الثانية: ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه على كلنا المكانة الكبيرة لهذا الكتاب العزيز، وبالتالي من سلك طريقه واهتدى به نجا عند الله سبحانه وتعالى، ومن تنكب عنه وتركه فإن الشقاء نصيبه في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن الكريم هو كتاب السعادة وكتاب الحياة الطيبة في هذه الدنيا. وفضل هذا الكتاب العزيز أنه تضمن 3 أشياء مهمة جدا بالنسبة لكل مسلم. تضمن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن بينات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نلاحظ بأن الرسالات السابقة كانت دائما البينات مفصولة عن الكتاب، فهنالك نبوة وهنالك يعني رسالة لكل رسول تأتي في شكل كتاب، تأتي في شكل صحف، كما كانت مع إبراهيم عليه السلام، كما كانت مع عيسى عليه السلام، كما كانت مع موسى. لكن نلاحظ جميعهم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم بيناتهم مادية. فصالح عليه السلام مثلا بينته ناقة، شيء مادي. موسى عليه السلام أوتي 9 آيات بينات، هي عبارة عن العصا واليد والجراد والقمل والضفادع إلى غير ذلك من الآيات، 9 آيات بينات. عيسى عليه السلام بيناته معروفة، هي بينة إحياء الموتى وشفاء المرضى وغير ذلك. فنلاحظ السابقين كانت لهم النبوة ولهم الرسالة ولهم البينات من الأمر، لكنها بينات مادية منفصلة، وبيناتهم غالبا ما تنتهي معهم بموتهم، تنتهي البينات ويبقى بعد ذلك النبوة والرسالة متضمن. هنا نلاحظ أن كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مهمة جدا في أهمية هذا الكتاب، أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، هنا النبوة أعني بها العقائد وقضايا القصص وقضايا الإخبار والأنباء بالسابق واللاحق، كل ما يتعلق بالنبوات متضمنة، وكل ما يتعلق بالعبادات والتشريعات والمعاملات والقيم كرسالة متضمنة. أيضا بيناته لا تموت معه، يعني بينات هذا النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله متضمنة في هذا الكتاب تتكشف سبحان الله لكل جيل وعبر كل زمن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا نلاحظ سبحان الله لا تنتهي معجزة هذا الكتاب بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وبالتالي لا تتأثر أو لا يتأثر موقف هذا الكتاب بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عبارة عن رسالة الله الخالدة، رسالته التي تقوم بها الحجة إلى قيام الساعة، حتى لا يأتي يوم القيامة الناس ويقولون ما جاءنا من رسول أو ما جاءتنا من بينات أو ما جاءتنا من أخبار. فهذا الكتاب العزيز على كل فيه كل هذه القضايا. أيضا من ما جعله الله سبحانه وتعالى خاصية لهذا الكتاب أنه كتاب ميسر للذكر تلاوة وتدبرا وقراءة، كما أنه أيضا ميسر للفهم لمن طلبه وأراده. أحسنتم شيخ حسن. كان السؤال عن فضل كتاب الله عز وجل، وأنتم أبحرتمونا إلى أنه معجز بلفظه ومعجز بوجوده وهو المعجزة الخالدة التي تكون تابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ ياسين، الآن ننتقل إلى خارج الاستوديو. الشيخ ياسين حياكم الله، نجدد ونؤكد الترحيب بكم. وسهلا بالمشايخ، يا مرحبا. حياكم الله شيخ برهان. هل ذكرتمونا ببعض النصوص في فضل القرآن الكريم من الكتاب والسنة، ثم يعني تعرجون بنا إلى ما يتعلق ببرنامج الرسول الكريم في رمضان؟ نحن الآن في رمضان، فيحسن بنا أن نذكر أنفسنا ونذكر السادة المشاهدين كيف كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في بداية الكلام أحيي الإخوة جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. جزاك الله خيرا شيخ برهان. في بداية الأمر يعني كما ذكر أخونا الشيخ، فضل القرآن يعني ساحل أو بحر لا ساحل له. حين نتكلم عن القرآن فإننا نتكلم عن كلام الله عز وجل، وكفى بهذا شرفا. يقول الله عز وجل في سورة البراءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله عز وجل، وكما جاء عن كثير من الصحابة فضل كتاب الله وكلام الله عز وجل على كلام الناس كفضل الله على خلقه، فهذا فضل عظيم ودرجة عظيمة. يقول الله عز وجل في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم في كل شيء، في الحياة وفي العبادة وفي في كل أمور الإنسان ظاهرها وباطنها. هو الذي من تمسك به نجا، ومن تركه هلك. ويقول الله عز وجل في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني هذا الجبل الأصم لو أنزل عليه كتاب الله لتصدع، فكيف بقلوب البشر؟ والله المستعان. والآيات التي وردت في مدح كتاب الله وفي ذكر جلالته وعظمته كثيرة، بل إن أكثر السور التي بدأت بالحروف المقطعة أقسم الله بعدها بهذا القرآن الكريم: قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا شك فيه، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. آيات عظيمة لو تأملها الإنسان فعلا لتشقق قلبه ولتصدع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في فضل الكتاب وفي فضل القرآن أيضا كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلون من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولو تأملنا هذا الحديث أيها الإخوة، حين يقال أهل الله وخاصته، إذا قيل لشخص أو لأحدنا: بمن تبدأ في نفقتك أو في عطياتك؟ سيقول: أبدأ بأهلي. فانظر إلى هذه اللفتة النبوية حين يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلون من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي امتدح الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. وأترك المجال للإخوة، جزاكم الله خيرا، والله المستعان. بارك الله فيك الشيخ ياسين على هذه يعني اللفتات الجميلة والاستدلالات المباركة في بيان كتاب الله عز وجل وفضله ومكانته. إذا كان باقي جزء من السؤال نطرحه للشيخ عبد العزيز عطا. برنامج النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان حينما كان يدارسه جبريل، فنلقي عليك بهذا السؤال شيخنا بعد أن نرحب بك، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهذا دليل على أنه
عليه الصلاة والسلام يتمثل القرآن في شأنه كله في حياته طول عمره، فضلا عن رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام دأبه في كل العام أن يقوم الليل فيطيل قراءة الكتاب. وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القنوت، أي يطيل القراءة. وحينما وصف أصحابه عليهم رضوان الله صلاته قالوا كان يطيل القرآن أو القراءة ويطيل الركوع والسجود، فكلها كانت سواء من بعض. وكما لا يخفى على شريف علمكم أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يطيل حتى يقرأ بالخمسة أجزاء في الركعة الواحدة، وهذا أمر طويل جدا، ويركع قريبا من ذلك ويسجد قريبا من ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء رمضان كان عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير كانت له يعني دورة مكثفة أو وقت مكثف لقراءة القرآن والتفرغ له صلى الله عليه وسلم مع شواغله الأخرى، فيتلو كتابه سبحانه وتعالى. وكان جبريل عليه السلام يدارسه كل ليلة، ينزل جبريل لعظم هذا الكتاب. انظر، يأتي إليه جبريل ليس لينزل آيات جديدة وحيا، بل ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام مع، حتى كان الليلة أو العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فكان يدارسه أو دارسه القرآن مرتين. فانظر، وحتى إذا جاء العشر الأخيرة من رمضان قال عنه أصحابه رضوان الله عليه، قال إذا جاءت العشر النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل أهله ويعتكف، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره علامة على كثرة تلاوته أو كثرة العبادة وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر كما سماه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكما يقول الصحابة رضوان الله عليهم أن القرآن أنزل إلى بيت العزة في السماء، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أو كله أنزل في بيت العزة ثم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أو مقسما حسب الحوادث. فكان هذا دأبه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمعه من أصحابه، فقال لابن مسعود اتلو علي القرآن، فقال يا رسول الله أو أتلوه عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري حتى تلا عليه. فلما وصل إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، دمعت عيناه، فلما رآه توقف عن القراءة. فهذا عليه الصلاة والسلام دأبه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى عن عائشة كانت تعاتبه أن يرحم نفسه أو أن يخفف وطأة العبادة على نفسه، لأنه قام حتى تشققت قدماه، فقالت له أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بنا نحن الذين حالنا حال التقصير؟ وهذا لربما يشعر البعض أن هذه أشياء جدا عالية أو بعيدة المنال، ولكن كما قال القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يرزقنا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والصالحين ومن تبعهم بإحسان. الشيخ عبد العزيز على هذا البيان الطيب، بارك الله فيكم. الشيخ محمد عبد الله أبو عبد الهادي حفظكم الله ورعاكم، حدثونا عن تاريخ القرآن الكريم في إريتريا. عن تاريخ القرآن الكريم في إريتريا. طبعا مفاجأة سؤال. هذا سؤال مفبرك من الشيخ برهان. والله حقيقة يا شيخ، وخصوصا في تاريخ للقرآن في إريتريا من البداية السنة الخامسة. أي السنة الخامسة؟ التلاوة على النجاشي، يعني أبدأ أيوة. هناك. متى بدأ هذا القرآن بداية الكريم التاريخ أيضا؟ وكذلك هل مثلا عرف بلادنا وعرفت بلادنا بالقراء والمقرئين والحفظة؟ وعشان كده ما احنا قادرين نقول. كذلك أيضا تاريخ المرتفعات غير تاريخ المنخفضات. حدثونا عن هذا حتى من أجل أن نأخذ بشعبنا إلى يعني السنة النبوية المطهرة وكيفية يعني الحمد لله اليوم الشعب فيه. أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، الميكروفون عندك. خلاص جزاك الله خير، خلصت الموضوع. على كل حال بالنسبة لموضوع تاريخ القرآن الكريم في إريتريا، هو كما قال شيخنا الشيخ حسن أنه من بداية هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث أنهم لا شك الآيات التي أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتلونها على النجاشي حينما جاء عمرو بن العاص وصاحبه حتى يثنوا النجاشي عن استضافة هؤلاء الصحب الكرام. فما كان حجتهم إلا أن يقرأوا القرآن، فقرأوا عليه في سورة مريم، ولأن سورة مريم تمس الحقائق الجوهرية في الدين النصراني. فبالتالي حينما سمع النجاشي هذه الآيات تأثر جدا، وأقر أن هذا الذي يعني تتلونه يعني خرج من مشكاة واحدة. ما قاله عيسى وما قاله محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من مشكاة واحدة، فبالتالي هو دين واحد أو أنه دين متصل. فكان له الأثر العظيم في أن يدخل النجاشي إلى دين الإسلام حتى ولو كان سرا. فهذه طبعا في البدايات. إذا سألتني عن تاريخ القرآن، هناك عناية حقيقة، يعني لن نقول أنه لا يوجد عناية، لكن عناية على قدر ما أوتوا من علم. كانوا مجتهدين جدا في إقراء القرآن. وأنت تذكر ونحن أطفال صغار كان الأهالي حريصون جدا على أن يذهبوا أبناءهم إلى الخلاوي، وإن كان الخلاوي في ذلك الوقت لا ترتقي إلى الدرجة التي نرجوها، لكن بما أوتوا من علم ومعرفة كانوا يقرؤون أبناء المسلمين. وأنا أذكر أنني قرأت القرآن عرضا وليس حفظا، قرأته من أوله إلى آخره يمكن مرتين على أكثر من شيخ. ختم كان رديتك هكذا يقولون، الله يجزيهم خير الجزاء. والله شيخنا الشيخ عمر وشيخنا الشيخ سعيد، الشيخ محمد سعيد عليهم رحمة الله جميعا، هؤلاء أقرؤون القرآن ولكن على قدر ما أوتوا من القرآن. إذا نظرت إلى مناطق المرتفعات ربما الحال أفضل، نظرا لأن تلك المناطق مجاورة للسودان. قصدك المنخفضات؟ منخفضات ولا مرتفعات؟ منخفضات. نحن مرتفعات. خلاص نزلنا لكم. فنظرا لأنها مجاورة للسودان، والسودان يعني معروف بأنه فيه قرآن حقيقة، فكانوا يذهبون إلى هناك ويأخذون ويأتون ويعلمون. فكان حال القرآن الكريم في المنخفضات لا شك أنه أفضل. ولكن إذا قلت أن بلادنا إريتريا هل هي من البلاد التي هي تعتبر قبلة في القرآن الكريم، يعني يؤسفني أن أقول ليست كذلك. الله المستعان. ولكن من فضل الله عز وجل أو من فوائد الاغتراب أن كثير من أولاد إريتريا سواء بنين أو بنات يعني استفادوا. أنا أذكر لك نموذج في مدينة جدة، معظم الكوادر التعليمية في القرآن الكريم سواء في البنين أو في البنات هم من الجنسية الإريترية، وهذا من فضل الله عز وجل، لأننا خرجنا إلى أماكن القرآن أو إلى قبلة القرآن،
في المملكة العربية السعودية، في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، في الرياض، في جدة. فهنا فضل من الله عز وجل، نحن يعني صححنا قراءاتنا وحفظنا من القرآن كل على حسب طاقته ووسعه، فأصبح عندنا أئمة في القرآن الكريم بفضل الله. وهذا الجبل الأشم الشيخ ياسين هو أحد رموز القرآن الكريم من الإريتريين، والشيخ عبد العزيز عطا وغيرهم من الإخوة والأخوات. يعني هذا مما يثلج الصدر. بل عندنا قراء يعني يقرأ عندهم القرآن، يعني يجيزون في القرآن الكريم. يعني هذا بالمختصر. وإن كنت أنا أتمنى أن إريتريا في قابل الأيام إذا عاد هؤلاء القراء وهؤلاء الفضلاء يعني تصبح إريتريا شعاع نور للقرآن الكريم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد. مشاهدينا الأكارم، استمتعنا بهذا الحديث عن حال القرآن الكريم في المرتفعات، فما بعده في المنخفضات. هذا ما سنسمعه إن شاء الله من شيخنا أبو الوفاء بعد الفاصل. ابقوا معنا. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم. إريتريا بلد إسلامي عظيم، عمل لهذا الدين وبذل قصارى جهده، حتى وإن مرت به الظروف فقصر بعض الشيء في كتاب الله عز وجل فإنه معذور. يكفيه شرفا أنه حافظ على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكان ما رأيتم من هؤلاء المشايخ وطلبة العلم والدكاترة والحفاظ كان هذا حقيقة في ميزان حسنات الأجداد والآباء الذين صبروا وثبتوا لتعزيز هذا الدين. ولا شك أن هذه الثمار أو هذه الأعمال ستؤتي ثمارها إن شاء الله. فإن قيل لنا بماذا سترجعون إلى إريتريا، سنقول سنرجع بالقرآن الكريم، مع شيخنا الشيخ أبو الوفاء يحدثنا عن جهود المنخفضات في حفظ كتاب الله عز وجل. أهلا وسهلا أبو الوفاء، يا مرحبا. حياكم الله، يا مرحبا.
تفضل يا مرحبا، الميكروفون لديك. حدثنا عن جهود الإريتريين في المنخفضات لحفظ كتاب الله عز وجل وتحفيظه، فإن أباكم كان من العلماء ومن المشايخ البارزين الذين لهم جهود تذكر فتشكر. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أحييكم وأحيي كل الإخوة في الاستوديو، وجزاكم الله خير على الاستضافة، ونأمل أن نشارك فيها بما يفيد. يعني هذا السؤال هو سؤال جميل جدا فيما يتعلق بحالة القرآن في أريتريا وبالأخص في المنخفضات. وعموما يعني نقطة أساسية مهمة جدا أن المجتمع الأريتري من المجتمعات الأكثر اهتماما بالقرآن الكريم، وهذا ما لاحظناه أثناء اللجوء حينما يعني لجأ الأريتريون إلى السودان إبان الحرب الاستعمارية زمان. أول ما يقومون بتشييده وبنائه المسجد، ومع المسجد خلوة القرآن الكريم الكتاتيب، وهذا كان أهم شيء معهم قبل أن يبدأوا ببناء بيوتهم التي يسكنون فيها. هذا يدل على أن الأريتريين فعلا يهتمون بالقرآن وينظرون إلى القرآن هو حياتهم الأساسية، لذلك كانوا يهتموا بهذا الأمر. وكل الأطفال حتى ولو دخلوا المدارس لابد أن يواصلوا في الخلوة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. واشتهرت في المنخفضات عدد من الخلاوي الكبيرة، خلوة في السبدرات وعدد من الخلاوي الأخرى. لكن حينما يعني جئنا في فترة اللجوء بسبب الحرب إلى شرق السودان، ظهرت المراكز الإسلامية، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وفي هذه المراكز تم استيعاب الكثير من الأريتريين الذين لم يحظوا بفرصة لتحفيظ القرآن بالطريقة الأفضل. كما قال الشيخ محمد عبد الله، علماءنا ومشايخنا الأجلاء في داخل أريتريا كانوا بيجتهدون على قدر علمهم، خاصة بعض المشايخ ذهبوا إلى مصر وإلى السودان في درمان ودرسوا ثم عادوا واجتهدوا. لكن فيما بعد أن ظهر المذياع والتلفزيون وظهرت التلاوات الجميلة وبدأ الناس يسمعون في المذياع، يمكن في أريتريا في كاملها يتابعون صلاة التراويح تماما بالمذياع على الأقل إن لم يستطيعوا بالتلفزيون. ثم بعد ذلك بدأوا الآن مع تحفيظ القرآن الكريم في المراكز الإسلامية، تخرجت عشرات الآلاف يمكن من نهاية الثمانينات وإلى اليوم. والحفظة الذين درسوا في مراكز تحفيظ القرآن أو حفظوا القرآن الكريم في مراكز تحفيظ القرآن الكريم في شرق السودان هم الآن من خيرة الآئمة في شرق السودان. في غالب المساجد هم من أبناء هذه المراكز أو من خريجي هذه المراكز لتحفيظ القرآن الكريم. فالاهتمام موجود، والمجتمع الأريتري يهتم بهذا الأمر بصورة جيدة. ومن اهتمامه بالقرآن الكريم التقدير وإعطاء المكانة المميزة الاجتماعية لحافظ القرآن الكريم والاهتمام به وتقديره واحترامه، ذلك لأنه يحفظ القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهو من أهل الله وخاصته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الموضوع مهم جدا ويحتاج مننا إلى مستقبلا إلى إعداد دراسة خاصة عن اهتمام الأريتريين بالقرآن الكريم منذ بداية عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، حتى نتعرف. شيخ أبو الوفاء، خليني أحاورك قليلا. يعني أنت ذكرت اهتمام الشعب الإريتري بهذا، لكن احنا ما وجدنا حقيقة قراء ومقرئين وحفظ لكتاب الله بأعداد كبيرة من البنين والبنات. يعني نعم هناك اهتمام وكما رأينا وعشنا، لكن ما السر؟ لماذا لم تخرج إريتريا مقرئين وحفظ لكتاب الله؟ أنا كنت أزور إريتريا ما بين فترة وأخرى في التسعينات، وكنت أجد مجموعة من القراء المصريين يأتون زائرين من مصر
ويتلون هذه التلاوات حقيقة أمام شعبنا، والشعب كان يستمع، وبعد ذلك تم إيقافهم. حقيقة أتمنى أنك تدل بدلوك في هذا المقام، ما السر لماذا لم تخرج إريتريا مقرئين؟ هو لأنه الفرص التعليمية أول حاجة قليلة جدا، يعني عشان يتحصلوا على دراسة مميزة في القرآن الكريم ويتعلموا القراءات، هذا يحتاج إلى أن يدخلوا الجامعات المتخصصة، ودخل البعض إلى الجامعات لكنهم بأعداد قليلة. أما إذا كنا على مستوى حفظة القرآن الكريم برواية حفصة عن عاصم فالأعداد كبيرة، ربما يعني لم يظهروا في داخل أريتريا أو في خارجها إلى حد ما، لكن لا، هم الأعداد غير بسيطة، يعني ليست قليلة، كبيرة جهودهم يا شيخ أبو الوفاء. أيوة. لم يبرزوا هكذا. نعم صحيح. لم يبرزوا، هذا طبعا يحتاج فعلا إلى جهد إعلامي وإلى دراسات وإلى إحصائيات وعكس هذا الأمر. وواحدة من مشكلاتنا نحن الأريتريين دائما كثير من إنجازاتنا، كثير من إمكاناتنا ومؤهلاتنا لا نبرزها، إما كأريتريين أو لعدم وجود منصات إعلامية تبرز القراء. وقناة سلام الآن بدأت تظهر هذا الأمر، وهذا أمر جيد جدا يعني. جزاكم الله خير. طيب بارك الله فيك. نعود للشيخ حسن. معلش أضيف حتى لا يزعلون مني أهل أسمرة. طبعا في أسمرة بالذات نحن أيام أن كنا صغار ربما ما كان في تلك الجهود التي نتمناها، لكن حينما عدنا بعد تحرير إريتريا وفي نهاية العهد الأثيوبي بدأ مجموعة من الشباب يهتمون بالقرآن الكريم اهتماما بالغا. حتى لما ذهبنا أول مرة وجدنا ما شاء الله شباب يقرؤون القرآن قراءة جميلة وقراءة رائعة وقراءة مجودة، مما دل أن هناك في جهود. ولكن طبعا كما قال الشيخ الشعب الإريتري يعني ظل تحت الاضطهاد وتحت التجهيل لسنين عدة، وما برز الإريتريون إلا حينما خرجوا خارج إريتريا وجدوا مجالا. الآن ما شاء الله البارزون كثر والحمد لله تعالى. طيب شيخ حسن، نحن نتحدث عن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الكريم هداية للناس، وبلا شك هذا القرآن يعني يؤثر في القلوب الحية ويؤثر أيضا في القلوب الميتة. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآيات في هذا المجال. لو تحدثنا شيخ حسن عن تأثير القرآن الكريم يعني في قلوب عباد الله عز وجل أيا كانوا، تحدثنا في هذا. يعني هناك آيات، هناك مواقف، هناك قصص، هناك أمور. مجال عندك شيخ حسن. حياك الله. بس أنا ماذا أتجاوز النقطة الأولى بس بإضافة بسيطة. يا سلام. حقيقة يعني كان أعطيته مجال من أول الشيخ حسن ترى. أنا أبغى أستوعب الموضوع من كل جهة، هذا قصدي. وإلا ونحن نتكلم حقيقة عن القرآن الكريم وجهود العاملين فيه في هذا المقام. يلزم حقيقة أن نذكر شيخنا شيخ الإسلام في إريتريا، وهو مفتي الديار الإريترية إبراهيم المختار. هذا الرجل حقيقة لو تتبعت تاريخ هذا الرجل، مواقفه، حركته الإصلاحية، مواقفه ضد الاستعمار، شجاعته، بطولاته، يمكن لا يكاد يكون أقل من ابن باديس عند الجزائريين. الله أكبر. تماما يعني. نعم. لكن سبحان الله كما يقال الناس إذا غابت دولتهم غابت كل معالم الحضارة عندهم. فنحن طبعا بطبيعة الحال حتى تبرز أنت جهود ما لديك من علماء، من دعاة، من مشايخ، يعني تحتاج إلى دولة ترعى هذه الجهود، تطور هذه الجهود، تهتم بهذه الجهود. صحيح كثير من الطاقات ربما كانت مثلا تؤهل في السودان، كانت تؤهل في مصر، كانت تؤهل في أرض الحرمين، كانت تؤهل في اليمن أحيانا، لكن في النهاية أنت من العهد الإيطالي تحديدا الشعب الإريتري ما رأى يعني جهة ممكن ترعاه وتهتم بطاقاته، فظل على كل والاستعمار بطبيعة الحال ينحت ويجرف المجتمعات، يجرف كل حضارتهم وتاريخهم يعني كثير من القضايا الآن لو أردنا أن نقف على تدوين لا تكاد تجد لنا تدوين ولا
الشيخ إبراهيم الآن في أحد مؤلف في شخصيته وفي تاريخه؟ هذه واحدة من إشكالات التقصير هذا الحاصل، يعني كبير فعلا والله. عملوا له موقع، لكن أنا أقول هنالك جهود ضخمة جدا، مؤلفات. أنا سبحان الله وجدت واحد من الأتراك يتكلم عن الشيخ إبراهيم وأن واحد من مشايخهم حضر له نقاشات في القاهرة، وأن استفادوا من كتبه في علم الأصول، وكانت تدرس هذه الكتب في في الأزهر. فهذه الطاقات للأسف الشديد طبعا لم تظهر إلى الرأي العام، بالرغم من أن هي حقيقة ليست سهلة. وكان الرجل سبحان الله يقوم بأدوار الإفتاء وأدوار القضاء وأدوار الرمزية السياسية في ظل قيام ولاة سياسيين في ذلك الوقت. يعني هذه مش ليست عملية سهلة. والشخص الوحيد اللي ما كان يعني ينحني للإمبراطور هيلي. صحيح. يعني فمن هنا على كل نترحم عليه ونحيي يعني جهوده وتاريخه. بالنسبة حقيقة لكتاب الله سبحانه وتعالى والتأثير، فكلام الله عز وجل، شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله له عبارات يعني جميلة جدا، يقول مهما حاول الإنسان أن ينتفع بأي نوع من أنواع الكلام فإنه لن يجد أكثر انتفاعا من كلام الله. لأن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان يعلم ما يصلحه، وأنزل من كلامه ما يصلح هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الله عز وجل يقول مثلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا أقبل الإنسان على هذا الكتاب يريد أن يستفيد، يريد أن يتعلم، ففيه الهداية. وهنا طبعا تحضرني آيتين في كتاب الله في سورة البقرة. الأولى في أولها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فكنت أقول سبحان الله، لماذا هناك هدى للمتقين وهنا هدى للناس؟ لما كان سبحان الله الحديث في شهر رمضان، آيات شهر رمضان فيها ذكر للبينات، والبينات هي بداية نقطة التحول، إما أنك ترفضها وتكون في منطقة الردة أو منطقة الإباء والرفض، أو تستجيب لها وتنطلق بعد ذلك في ساحات الإيمان. فهي للناس تأتي هدى للناس. فكل إنسان يقبل على الكتاب بحثا في بيناته، منها تبدأ عملية التحول. بعد التحول كأنما هذه نقدر نقول إيه، عبارة عن دلائل برهانية، البينات دلائل برهانية. بعدها تأتي الدلائل الإيمانية، يسلم كما يقول الغزالي، يسلم الإنسان بعد تسليمه بالمعجزات، العقل يتراجع والقلب يتقدم، فيبدأ الإنسان في التسليم لله في كل ما ورد عنه. فتبدأ معنا إيه، هدى للمتقين. كل ما يقوله الله لك بعد ذلك تستجيب له وتسلم وتؤمن به، فيكون بعد ذلك هدى طيب، ماذا يقصد ربنا عز وجل من قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي آية أخرى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. هنا والله أعلم أنا تتناول جانبين. الجانب الأول فيه جانب قلبي، والجانب الثاني جانب عقلي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الجانب القلبي، بمعنى عندما لا يؤثر فيك القرآن ولا يحرك فيك ساكنا وتتعطل عن عملية التدبر في كتاب الله، فإن ذلك بسبب الأقفال التي في القلب. ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله. الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا تبدأ عملية التدبر العقلي، إنه والله لو أردت أن تنظر إلى الكتاب من فوق لتحت وتريد أن تخرج فيه تناقضات لما استطعت. لماذا؟ لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه تناقض، إنما هو كله منسجم ومترابط، فلا يمكن لأحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدى أن يأتوا بمثله، تحدى أن يأتوا بسورة منه، تحدى أن يأتوا بسورة من مثله، تحدى أن يأتوا بعشر بآية واحدة أيضا. ولو كان الكلام من كلام البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسبحان الله، الآية الأولى عرفانية إنجاز التعبير على طريقة التصوف، والآية الثانية عقلية على طريقة المتكلمين. وسبحان الله في كلا الأمرين تجد أن الكتاب يعجز الإنسان. أردت أن تقف، حتى المستشرق الذي يقبل عليه من باب العقل يعجزه. الفيلسوف الذي يريد أيضا أن يتعرف إلى الله أو إلى من غير هذا الكتاب لن يبلغ أيضا منتهى.
سبحان الله. الشيخ عبد العزيز عطا، قبل أن نختم نريد منك يعني في 40 ثانية، ما نقول دقيقة، اديناك 40 ثانية، توجيه للشعب الإريتري كيف يهتم في قراءته لكتاب الله عز وجل في رمضان. افتح الصوت، افتح المايك يا شيخ عبد العزيز، افتح المايك الله يرضى عليك. طيب، الشعب الإريتري كما ذكر الإخوان بذل مجهودا كبيرا في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يزال، وأنا أحث نفسي وإخواني على المثابرة والمواصلة في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وعدم الملل والكلل، فأنت كل نفس تتنفسه وتبذله في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى إما لك أجران فأنت تتعلم فيه، أو تكون من المهرة الذين مع درجاتهم لا يعلمها إلا الله، حتى تكون ممن يقال فيهم اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تسمعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. بارك الله فيك. الشيخ أبو عبد الهادي، أيوة. يعني هذه نصيحة عامة من الشيخ عبد العزيز، لكن طريقة تطبيق القرآن الكريم سبحان الله، يعني أنا كنت أشوف أمي حريصة جدا الله يرحمها على حفظ كتاب الله وعلى دراسته، وهي كانت تلميذة عند الشيخ حسن سلمان، وكانت تحضر وتحرص على هذا. ما شاء الله. يعني أقول ما هي الطرق والوسائل التي ينبغي لشعبنا الإريتري أن يهتم بها من أجل حفظ كتاب الله، من أجل مراجعته، من أجل قراءته؟ طبعا هذا الموضوع أنا سأتناوله من شقين. الشق الأول في الناشئة، ينبغي علينا أن نبدأ مع الناشئة منذ نعومة أظفارهم بكتاب الله عز وجل، نبدأ نحفظهم القرآن. ترى هذا الطفل الذي نعتقد أنه لا يستطيع أن يستوعب القرآن الكريم، ترى يستطيع أن يستوعبه وهو صغير جدا، فبالإمكان أن يتعلم هذا الطفل الصغير وينشأ مع القرآن الكريم. كلما نشأ مع القرآن الكريم كلما كان صلاحه وهدايته يعني أوفق. جميل. الثانية أنا أتحدث عن بعض الآباء والأمهات الذين فات عليهم الزمان ولم يتعلموا القرآن، يعتقدون أنه من المستحيل أن يتعلموا القرآن، بينما الآن دور القرآن فتحت أبوابها لتعلم القرآن. ليس من العيب شايب بلحيته البيضاء أو امرأة التي دودب ظهرها أن تذهب إلى مراكز القرآن الكريم وتتعلم. وبفضل الله عز وجل في هذه الفترة نشهد كثير من الأمهات مقبلات على القرآن الكريم، صح فيها صعوبة في البداية، ولكن بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشق عليه القرآن أن له أجر في قراءته هذه. فبالتالي ليس من العيب أن يتعلم حتى على أولاده، يعني يأتي إلى ابنه أو ابنته ويتعلم عليهم القرآن. هل أحد من شيباننا أو من أمهاتنا من ختمت القرآن أو من ختم القرآن؟ يوجد. نعم. من الشيبان. نعم. يا سلام. المملكة العربية السعودية كنت أتمنى نستضيفهم ها هنا. لا يوجد ناس. أبو عبد الرؤوف في الرياض، يعني في ناس. لا يوجد. ما شاء الله. طيب شيخنا أبو الوفاء، أنت معنا، نريد يعني خاتمة تختم بها مجلسنا هذا، ثم سننتقل لشيخنا الشيخ ياسين أحمد الدين عد قبراي، فماذا يعني تكون يعني لك كلمة؟ الاهتمام بالقرآن الكريم هو أمر مهم يعني، وهو الحياة، وحتى يكون القرآن حاضرا بيننا ويحظى بالاهتمام يجب أن لا ينحصر في المساجد أو في مراكز تحفيظ القرآن، وإنما يجب أن يكون البيت هو مكان للقرآن الكريم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم حينما تنزل آية من القرآن الكريم كانوا يبشرون بها
يعني زوجاتهم وأبنائهم، ويعلمونهم الآية ويحفظونهم ويفهمونهم، ثم بعد ذلك يجتهدون في تطبيقها وتنفيذها والعمل بها. فيجب أن ينتقل القرآن بدل أن يكون محصورا في المساجد، وبدل أن يكون محصورا في مراكز التحفيظ ومراكز التعليم، يجب أن ننتقل بالقرآن ليكون موجودا في حياتنا الأسرية. وكما قال الشيخ محمد عبد الله، حتى إذا كان الأب والأم لا يعرفون قبل ذلك القرآن فممكن أن يتعلموه من أبنائهم. وحينما لا يجد الطفل الذي نشجعه على الخلوة ونشجعه على مركز وعلى التحفيظ، ولا يجد في البيت من يعني يتساير معه في هذا الاتجاه ويشجعه فيكسل. وكم من الأبناء يعني بعد الفترات الأولى من عمره حينما يصل سن المراهقة يتجاهل القرآن ويذهب إلى اتجاه آخر، وكأنه لم يمر بالقرآن الكريم ولم يحفظ القرآن الكريم وينسى وكل شيء. فيجب أن تعمل البيت والأسرة ومع مراكز تحفيظ القرآن بهذا الاتجاه أو بهذا الجهد الثنائي، نستطيع أن يعني يكون القرآن إن شاء الله حاضرا في كل حياتنا وخاصة في أسرنا. شكرا أبو الوفاء. الشيخ ياسين أحمد دين أبو عبد الرحمن عبد قبراي، أنت حفظت كتاب الله عز وجل بالقراءات، وشعبنا الإريتري قرأ بقراءة حفص برواية حفص عن عاصم. نريد منك أن تتحفنا، أولا تعطينا نبذة ما معنى القراءات السبع أو القراءات العشر أو القراءات 14 الشاذة باختصار، ثم تتحفنا بقراءة طيبة بغير رواية حفص عن عاصم. هل أنت مستعد؟ طيب يا شيخ برهان، طبعا القراءات العشر والكلام عليها يطول، وهي باختصار قراءات يعني قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت عنه إلى أن وصلت إلينا بقراءاتها العشر المعروفة عند القراء والمعروفة في كل العالم الإسلامي. وهذا من حفظ كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله إني لا أعجب أن حين كنا نقرأ على شيخنا الشيخ حافظ قل، وهو شيخ باكستاني، يعني حتى أنه لا يكاد يعني يفصح في الكلام، يعني كلامه باللغة العربية يعني ليس بذاك. مع ذلك سبحان الله يعني أعطاه الله عز وجل هذه القراءات ومتقن جدا لهذه القراءات. فلذلك تعجب أن الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بحروفه وحركاته ومدوده وبننه بقراءات 10، وكل قارئ له راويين سبحان الله، ووصل إلينا بهذا التواتر العجيب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان الذي حفظ كتابه. تبغى نقرأ يا شيخ قراءة أخرى؟ أي والله يا شيخ ياسين. طيب، هذه قراءة برواية السوسي عن أبي عمرو رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاكم الله خيرا. ما شاء كنا الله نطمع في تبارك الله. القراءة اللي فيها سكتات يا شيخ ياسين. نعم. يقول إذا عندك يعني مقطع آخر فيه سكتات للسوسي يا ريت. لا هو الذي يسكت بسكتات هو حمزة يراويه خلف وخلاد. صحيح. ما شاء نعم. الله، جزاك الله خير، نفع الله بارك الله فيك يا شيخ ياسين، جزاك الله خير الله الجزاء. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خير، اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصة. آمين آمين. ورفعنا بهذا القرآن. اللهم آمين. عقبال ما نرى لك معهدا للقراءات في إريتريا، وليس بذلك على الله بعزيز. سنعود قريبا إن شاء الله، وسوف ننشر هذا الدين وننشر كتاب الله عز وجل، وهذه بوادر خير أن أوجد الله مثلك ومثل مشايخنا وأساتذتنا. بارك الله فيكم جميعا. مشاهدينا الكرام، اسمح لي بس كلمة قبل الختام. طبعا نشيد أيضا في هذا المقام أنه عندنا في قناة سلام الأخ أبو إبراهيم، الأخ إدريس عماش، قائم بجهود صراحة يعني رائعة جدا، يقرأ القرآن من خلال يعني المداخلات، وهذا شيء يعني يحسب للشيخ أبو إبراهيم، وهو من حفاظ القرآن الكريم وهو من المقرئين، جزاه الله خير الجزاء. أيضا نشيد بالإخوة في حياة فاميلي في رمضان يحيون رمضان بالقرآن الكريم بمسابقة عالمية في جميع أنحاء العالم للأطفال الصغار. يعني العام الماضي أذكر أنه كان في طفل يعني من ذوي الإعاقات، يعني تشجيعا له يعني جعلوه يقرأ وكذا وشجعوه، في النهاية يعني أعطوه جائزة، فكان هذا محفز لمثل هؤلاء. هذا الاهتمام الرائع من الإخوة أبو عبد العزيز وأم عبد العزيز والعائلة الكريمة. فالعائلة لما تهتم بالقرآن الكريم لا شك أن هذا يكون يعني تطبيقا لجعل القرآن الكريم في أسرنا وفي مجتمعاتنا. انتهت الحلقة بهذه الخاتمة الطيبة للشيخ عبد الهادي، جزاكم الله خير. إن شاء الله الحديث موصول معكم غدا إن شاء الله، نلتقي في برنامج جديد وحلقة جديدة. أتقدم بالشكر الجزيل للمشايخ الدكتور حسن سلمان والشيخ محمد عبد الله من داخل الاستوديو، والشيخ عبد العزيز عطا، وشيخنا الشيخ أبو الوفاء، وكذلك الشيخ ياسين أحمد الدين عبد القبراء. شيخ ياسين، نتمنى أن تتواصل معنا أيضا في موضوعات أخرى. شكرا لك على مشاركتك الطيبة الجميلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.